السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده عاملين حوار كده او بودكاست مع محمد، صديقي محمد. محمد موجود في دبي، وانا حاليا موجود في دبي، وحبينا نكلمكم عن حاجتين. الحاجه الاولانيه موضوع دبي تيجي ازاي، الاسعار، الكلام ده كله، لان الاسئله دي جات لي كتير على فيديو كده. يوم كامل في دبي. ومحمد كمان عنده خبره في الموضوع لانه بقاله فتره في دبي، وفي نفس الوقت شغال في مجال مختلف شويه عن المجال اللي انا بكلمكم عنه دايما، اللي هو السوفت وير. يعني خلينا انت تعرف نفسك احسن ما انا اعرفك يعني. تمام، انت زي ما قلت. انا بقالي تقريبا 6 سنين في دبي. مجالي مختلف شويه عنك. تمام، انا شغال في السياحه والفنادق تقريبا 10 سنين دلوقتي او 11 سنه. فانا اقدر افيدكم من الناحيه ديت. زي ما انت برضو وضحت، ممكن نبقى مختلفين شويه عن الكارير، بس المشترك ما بيننا اللي احنا قاعدين في دبي، فنقدر نفيدهم اكتر في اللي هو لو انت جاي دبي الاسعار، فين مثلا ممكن تقدر تعيش، ايه اللي مطلوب منك، ايه اللي انت ممكن آم، آه، تواجهه مثلا، وازاي ما تضيعش الوقت بتاعك، وازاي تبقى جاهز، والكلام دوت ممكن نفيدهم فيه. تمام، انا هدي اوفر فيو عني كده، او اعيد الكلام اللي انا قلته فيما قبل يعني عن نفسي. انا جيت دبي في 2019 في اكتوبر بالظبط. اشتغلت في السوفت وير، يعني كملت نفس المسار المهني بتاع مصر، نفس المسار المهني بتاع مصر، وقعدت في كذا مكان في دبي، وتقريبا شغال في نفس المكان يعني الحمد لله. فمحمد، انت جيت امتى؟ انا جيت اخر 2018. اوكي. تقريبا في شهر 10 2018. جيت برضو اول ما جيت الفكره عندنا. انت لما بتيجي مع شغل فنادق، انا جيت برضو من مصر على فندق هنا على طول، وكنت بقدم من لينكد ان، والحمد لله يعني ممكن تكون خدت مني شهرين اوكي. لحد ما جيت. وفي فندق تواصل معايا، وعملت انترفيو اونلاين، وعملت كل حاجه اونلاين. أم، دي برضو فكره ممكن يكون الناس مش مصدقاها شويه، او صعبه اللي انت تصدقها في الظروف اللي احنا فيها. اوكي. بس هي موجوده، وفي ناس كتير جدا بتيجي من مصر وما بيدفعوش اي أم، مصاريف خالص. كل حاجه كانت على الفندق الحمد لله. كل اللي بتدفعه اللي هو المصاريف الكشف اللي انت هتعملها من مصر، لكن اوكي. كطيران، كسكن، كترانسفير، حتى الناس جابوني من المطار لحد السكن بتاع الفندق. تمام. وفي نفس الوقت انا ما كنتش جاي بوزيشن عالي، انا كنت جاي مجرد ريسبشنست، اوكي. اللي هو يعني شغلانه متواضعه جدا اي حد يقدر يشتغلها يعني. تمام. فدي ممكن تكون حاجه برضو ناس كتير ما تعرفهاش، ان انت ممكن تيجي من مصر وتوفر على نفسك مصاريف كتير جدا وتكاليف وتضييع وقت على الفاضي يعني. تمام. طيب، تنصح الناس انها تطلع على شغل من مصر ازاي؟ أم، من خبرتي ممكن اقول اونلاين. اونلاين في كميه فرص كتير جدا. تاني حاجه المعارف، لو انت تعرف حد دي هتسهل لك برضو كتير. ممكن يكون عشان في ناس لسه ما وصلوش للحته ديت، اللي هم يتعرفوا على ناس كتير او يوسعوا الدايره بتاعتهم بسبب قله الخبره او الشغل مش في مجالات كتير. صحيح. فدي ممكن تبقى صعبه شويه. غير كده اونلاين في كميه وظائف كتير. بس الفكره قبل ما تقدم اونلاين، حاول تفكر مكان الاتش ار، او اللي هو حابب، او اللي هو عارض الوظيفه. انا ايه اللي هيخليني اختار السي في بتاعك من ضمن 100 سي في او 200 سي في بيجي لي كل يوم؟ ده اللي انا كنت هسأله لك برضو، ازاي ان انت تبقى مميز، لان برضو في طلب كتير يعني، كتير، بس في نفس الوقت في عرض كتير، يعني ناس كتير عايزة تسافر. بالظبط. انت فشايف ايه اكتر الحاجات اللي ممكن تميزك وتخلي مثلا اتش ار في فندق كبير يختار مهم. واحد بدل واحد تاني؟ انت لو هتتكلم في الفنادق، عندك اتنين: اللغه، وتاني حاجه الحته اللي هي السيستم شويه، او البي او اس اللي احنا شغالين بيه. انت لو عندك خبره في حاجه، دي برضه تاني هتبقى قريبه شويه من الفنادق. الناس اللي هي ما اشتغلتش قبل كده مثلا ممكن التيرمز ما يبقوش فاهمين قوي، حاجات زي مثلا الاوبرا اللي هو السيستم اللي احنا شغالين بيه، او خلينا نقول الفيديليو برضه ده سيستم للفنادق. دي ناس كتير ما اعتقدش اللي هو ممكن يكونوا عارفينه او اشتغلوا عليه قبل كده. بجانب تاني حاجه اللغه، بحيث اللي انت جاي تشتغل في الفنادق، فطبعا انت رقم واحد بتتعامل مع اجانب. حتى لو صحيح. انت جاي دوله عربيه، بس ما تفتكرش الفنادق هنا كلها اماراتيين. يعني انت بقالك كام سنه في دبي؟ شفت لوكالز مثلا في دبي؟ ما بتشوفش كتير، يعني ممكن تشوفهم
في اماكن معينه، يعني الاماراتيين هتلاقيهم في اماكن معينه، مثلا الجميره، في اماكن زي ند الحمر، بالظبط. اماكن زي مثلا مردف وكده. صح. بس في الاغلب هتشوف ناس من جنسيات تانية، مظبوط. او بتنزل في فنادق، احيانا بيبقوا جايين ستيكيشنز او كده، بيبقوا نازلين في فنادق. صح، لان دي برضو فكره مغلوطه، اللي انا رايح دبي ستيل هي دوله عربيه، بس صدقني انت هتيجي هنا مش هتتكلم عربي. صحيح. انت لو هتتكلم عربي يبقى انت حصرت نفسك برضو مع اصحاب مصريين او جماعه مصريين، فخليك في مصر احسن. ده نصيحتي يعني. لو انت هتيجي بنفس المينتاليتي اللي موجوده في مصر، انا جاي هنا عشان دوله عربيه وهفضل قاعد برضو مع مصريين، ما انصحكش ان انت تيجي. وبرضو احنا كده كده هنتكلم عن النقطه بتاعه اللغه، بس في سؤال كتير بيجي بيقول لك ازاي اسافر من غير لغه. يعني انا شايف لو انت ما عندكش استعداد ان انت تحط مجهود في ان انت تحسن موضوع اللغه، فهتواجه مشكله كبيره. لانه لو انت جاي من غير لغه، لو عرفت ان انت تسافر من غير لغه، سواء كان دبي او كندا على فكره او اي مكان، هتتعامل ازاي؟ صح. يعني لو انت مش عارف تتعامل بلغه البلد، هتلاقي مشكله في التعامل مع الناس، هتلاقي مشكله في ان انت تمشي امورك، زائد ان انت مش هتعرف تتعامل في شغلك لو انت طلعت على شغل مثلا، وده صعب جدا. مظبوط. يعني ابسط مثال، الانترفيو اللي انت هتعمله، الاتش ار ما بيتكلمش عربي، صحيح. فانت هتعدي ازاي الانترفيو؟ فدي برضو نقطه انت لازم تخلوا بالكم منها. تمام. تمام. ماشي. انا برضو لو هنصح حد مثلا، خلينا نتكلم في السوفت وير، ما تحاولش ان انت، هنتكلم في موضوع الفيزيت فيزا ان انت تيجي على فيزا او لا، بس انصح الناس برضو تعمل نفس الحاجه اللي قالها محمد، انها تحاول تدور اونلاين في فرص. انا جيت برضو ما جيتش على شغل، انا جيت يعني قصدي ما جيتش ادور على شغل، انا جيت على شغل كنت في السعوديه ساعتها. فحاول ان انت تدور اونلاين، تحط ايفورت ان انت تشوف السوق نفسه محتاج ايه، زائد الحته بتاعه الكونكشن دي انا لاحظت انها موجوده في دبي وموجوده في كندا. العلاقات بتنفع في كل مكان، وهي مش واسطه على قد ما هي حد بيسهل لك الامور، ان هو بس يحط السي في من ضمن الحاجات. يعني بيبقى احيانا في اولويه للناس اللي هي، يعني مثلا لو انا مدير شركه هفضل ان انا اجيب حد عن طريق حد شغال في المكان اللي انا فيه. صح. يعني بحيث ما اجيبش حد غريب وانا لسه مش عارفه، يعني على الاقل هيبقى الحد ده في واحد تاني في الشركه عارفه. فموضوع الكونكشن مش واسطه، لان في ناس بتقول لك هو واسطه، هو مش واسطه، ولكن بينفع جدا يعني. مظبوط. انا اسف هضيف حته على الحته اللي هي بتاعه الكونكشن، ما هي الا مجرد تسهيل. هي الفكره برضه لان ناس كتير جدا، خلينا مثلا عندنا في الفندق الفرونت اوفيس مانجر او الريفينيو مانجر بيسالوني لو تعرف حد شغال في الفنادق. انا مجرد بديله السي في، هو بيدي لي اتش ار، فانا مجرد سهلت لك خطوه للاتش ار. بس الحته بتاعه الاتش ار ده مجهودك الشخصي. صح. انت اللي لازم تعدي الحته دي. صحيح. تاني حاجه برضو، انت ايه رايك لو الناس هتيجي هنا دبي هيقدموا ازاي؟ ما هم هيقدموا اونلاين برضو. صح. انت مش هتنزل، يعني جو ان انت تنزل تلف بالسي في وكده بتاع زمان ده مش موجود، فانت هتيجي برضه هتقدم اونلاين. فهتيجي هتصرف فلوس، في فرق عمله وكده، وهتيجي تصرف فلوس كتيره، فهيبقى الموضوع فيه مخاطره جامده. يعني في حاله لو انت كان عندك مبلغ من المال مستعد ان انت تستغني عنه، ممكن تيجي تشوف البلد بس تعتبرها انها سياحه. انت ما تضمنش ان انت 100%، لان في ناس برضه ما بحبش نحبط الناس، بس في ناس بتيجي وبتعيش شغل وترجع، فانت حطها كانها سياحه، وفي نفس الوقت تستكشف البلد، وبالمره تحاول تقدم على شغل. مزبوط. بس ما تجيش تاخد كم من الفلوس تكون انت محتاجها وتصرفها وتيجي على امل انت هتلاقي شغل من اول شهر. طبعا ده احنا واقعيين، ما بنحاولش ان احنا نحبط حد يعني، بس خلينا منطقيين يعني. فدي النقطه بتاعت الفيزيت فيزا. طيب خلينا نتكلم بعد كده على المرتب. لو حد مثلا جاله عرض تمام، المفروض يقبل بايه اقل حاجه يعني، او اقل دخل ممكن تقبل بيه علشان تيجي دبي؟ تمام. انا تاني اسف انا عايز اتاكد. شغال. تمام. خليني هتكلم من ناحيتي برضو كفنادق، لاني ممكن يكون انا عندي الوضع مختلف شويه، بحيث انت هتتكلم عنك وعني، لان احنا مختلفين، مميزات مختلفه بالظبط في الحته دي. فلو انت هتيجي مع شركه او فندق، تمام، لو هيغطي لك السكن ويغطي لك المواصلات ويغطي لك الوجبات داخل ساعات العمل، تمام، خلينا نقول في الفنادق من اول 2000 درهم. ليه 2000 درهم؟ عشان 2000 درهم دول يعتبروا بوكيت ماني، ده مصروفك. صحيح. انا بشيل لك الانترنت، بشيل لك السكن، بشيل لك المواصلات، وبشيل لك الاكل برضه، تمام. انت دي حاجه ما بتدفعش فيها فلوس خالص، وباجي اخر الشهر اديك 2000 درهم.
ال 2000 درهم دول بيكون مثلا مرتبك الاساسي، بجانب طبعا الفنادق بيكون في حاجه اسمها السيرفيس تشارج، دي اللي هي بتبقى نسبه من الربح اخر الشهر. غالبا بعض الفنادق يعني مثلا خلينا نقول لو هنتكلم فنادق الفايف ستار هنا زي جوميرا او اتلانتس مثلا، ممكن تدخل في 1000 ونص درهم 1800 درهم اخر الشهر فوق المرتب بتاعك. اوكي. يبقى انت كده عملت مثلا خلينا نقول 3000 درهم زي بروفيت شير كده او بالظبط. صافي ربح. هي دي بتبقى متغيره شهريا حسب نسبه الاشغال في الفنادق. اوكي. يعني في الهاي سيزون اللي هو مثلا زي النيو يير، ده يعتبر من اول اكتوبر لحد شهر يناير، بتبقى مثلا النسبه عاليه، خلينا نقول 2000 درهم بعض الفنادق بتدي. الفندق مثلا اللي انا كنت شغال فيه اخر مره كان مثلا 1200 درهم. اوكي. بجانب المرتب بتاعك. في بعض الفنادق بتدي حاجه اسمها اللانجوج الاونس، كل ما اتكلمت لغات اكتر كل ما هنديك فلوس اكتر. حلو جدا. انا مثلا باخد على العربي، الانجليزي لا، لان الانجليزي يعتبر اللغه الرسميه موجوده هنا في دبي. دي الديفولت يعني. بالظبط. انا مثلا باخد على العربي وباخد على الماني، لان انا بحكي الماني وبحكي العربي برضه. كويس. 300 درهم و300 درهم يعني 600 درهم فوق المرتب. تمام. بعض الفنادق ممكن تخليها 500، في فنادق تانية بتخليها 200 حسب طبعا الفندق اللي انت بتبقى رايح عليه. اوكي. كويس جدا. فخلينا نقول بدايه من شغل الفنادق 2000 درهم كويس جدا. تمام. الوضع بالنسبه لنا مختلف شويه، لان في اغلب الشركات بتاعه السوفت وير ما يعني مش بيدوك سكن باكج، ما فيش باكج يعني، فطبعا المرتب هيعلى شويه. ممكن يعني انت اقل حاجه انا شايفها زي ما انا قلت قبل كده في الفيديو بتاع تقريبا اقل من سنه، اقل حاجه 7000 8000 درهم لو انت لوحدك. حته كويسه عشان تقعد في حته كويسه هتحتاج تقريبا 4000 درهم. ده للاستوديو بس. ده للاستوديو. ممكن يكون 4000 درهم ممكن تكون شامله الديوه اللي هي الميه والكهرباء. في اماكن طبعا هيبقى فيها السعر اعلى شويه 5000 و6000، وفي اماكن بيوصل فيها سعر الاستوديو ل 10000 كل ما بتروح ناحيه وسط البلد او الداون تاون مارينا الحتت دي. بس انا شايف اقل حاجه 7000 8000 لو انت هتشتغل في المجال بتاع السوفت وير. السؤال اللي بعد كده اللي عايز اسالك عليه، هل تنصح الناس انها تيجي على دبي في 2025 ولا لا؟ تمام. اكيد يقدروا ييجوا، مش لو خلينا نفكر في حته مش في الماديات بس. تمام. لو انت حابب تجرب ثقافات جديده، لو انت حابب تتعرف على ناس جديده، طبعا الشغل هنا موجود، بس زي ما انت حكيت برضو المنافسه كبيره جدا. لازم تبقى مميز، حاول تميز نفسك بقدر الامكان. لو انت مش عارف، لو انت هتكون بتشوفنا في الصيف، حاول طبعا ما تجيش في الصيف، واستغل فتره الصيف اللي انت تميز نفسك. لكن ممكن تيجي دبي طبعا، ما تفكرش اللي هي فيها ماديات قوي، وما تفكرش اللي هو انا رايح هناك عشان اخد مرتب 5000 درهم او 10000 درهم. لا، كلمه من كل الناس اللي عايشه هنا، الفلوس اللي انت بتاخدها في دبي هتفضل في دبي. صعب جدا ان انت تحوش. اللايف ستايل والمصاريف هنا برضو بتبقى غاليه شويه. اخر الشهر هتوفر كام؟ مثلا 500 درهم 1000 درهم. صحيح. اللي هم هيجوا لو انت حولتهم بالمصري 10000 جنيه. لازم تفكر برضو انت سايب اهلك، هتسيب كل الناس اللي هتعرفهم. انت هنا هتيجي لوحدك، مفيش حد يبقى معاك. يعني حكيتك الاسبوع اللي فات لما انا عملت الحادثه. صحيح. يعني دي حاجه جت الواحد فكر فيها دلوقتي. انت قاعد يومين في المستشفى، ما ولا حد بيكلمك ولا حد بيسالك ولا مسج حتى. صحيح. انت بتقول للناس ولا حاجه، بس هي الناس كل واحد عايش في حياته، كل واحد عايش الفيلم بتاعه. صحيح. وللاسف ما حدش عنده وقت. فلازم تاخد الحاجات دي في الاعتبار. يعني انا بس بتكلم بحته منطقيه شويه او صراحه شويه، ممكن الناس كتير ما كنتش تتكلم فيها. صح. فلازم تفكر في الكلام ده كله. الغربه صعبه، ومحتاجه منك اللي انت تسترجل شويه. وفي نفس الوقت انا لو كنت بكلم نفسي من 6 سنين لما جيت هنا، انا عمري ما كنت اتخيل مثلا انا اقدر يعني اكمل او اوصل للمكان اللي انا وصلت له دلوقتي. الحمد لله، وده طبعا بفضل ربنا يعني. بس طبعا بيجي لك لحظات الواحد بيضعف فيها جدا، وتقول لا انا ايه اللي بعمله دوت، خليني ارجع تاني جنب اهلي جنب اصحابي والكلام دوت. فهي محتاجه بس منك ان انت بقى ايه، صبور، وتبقى جاي مميز نفسك في حاجه. صحيح. انا معاك في الموضوع ده. انا بصراحه يعني هي الغربه نفسها مش سهله، والكلام ده معروف لكل الناس. لذلك بتبقى محتاج ان انت يكون عندك سبب قوي علشان انت مسافر، عشان السبب ده اللي هيخليك ان انت تستحمل العقبات او الحاجات او مظبوط. الحاجات الصعبه بتاعه الهجره، الحاجات الصعبه بتاعه الغربه او الهجره يعني.
انا بالنسبه لي انا مثلا كان الموضوع يستدعي تضحيات لان انا عايز اطور من نفسي، فبالتالي لازم اخرج بره الكومفورت زون. صح. فهل انت هدفك قوي هيخليك ان انت تتغلب على كل الصعوبات دي؟ لان بشوف ناس كتيره بتقلد، يعني في ناس كتيره بتشوف مثلا محمد سافر دبي فشكله مرتاح وكده مبسوط من الصور وكده، بس في الحقيقه في حاجات ما بتظهرش على السوشيال ميديا للاسف. صح. فبتلاقي الناس بتقلد وخلاص. وكذلك الموضوع ينطبق على كندا برضو، في ناس بتهاجر هجرة عكسية لانها بتبقى متخيله ان في صوره معينه موجوده وبتروح بتلاقي عكس الصوره دي. في حاجات بتحصل كل يوم، الحاجات دي ما بتتعرضش على السوشيال ميديا، اللي عايز اقوله. للاسف. النقطه برضو اللي انا اوافقك عليها اللي هي الحته بتاعه الماديات. لو انت عايز جاي مثلا عشان تعمل فلوس كتيره من الوظيفه، ما تحطش في دماغك الموضوع ده قوي، لانك كل ما بتاخد مرتب اعلى كل ما المصاريف بتاعتك بتزيد. 100%. دبي فيها حاجات كتيره جدا تتعمل. صح. في اماكن اغلى من اللي انت بتروحها، فبالتالي لما تاخد مرتب اعلى هتبقى عايز تابجريد. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، فكر في حته اللي هو انت بتيجي علشان تتعرض لثقافات تانية، ولما بتغير البيئه نفسها بيطلع في دماغك حاجه جديده. يعني في توجهات انا دخلت فيها زي موضوع الكونتنت او البيزنس الاونلاين او كده، ما اعتقدش ان انا كنت هدخل في الموضوع ده وانا في مصر. استحاله. استحاله. وقعدت مع ناس فتحوا دماغي على حاجات تانية، فالموضوع صح. اكبر من كونه ان هو ماديات. فلو انت عايز تتطور وعايز تحتك بناس جديده وكده، فدبي مكان مناسب جدا. الميزه في دبي كمان انها صغيره، ففكره ان او فرصه ان انت تتعامل او تقابل ناس اللي هم هاي ليفل صغيره، غير كندا مثلا. كندا كبيره جدا، فالبلد بعيده، علشان فرصه انت تقابل حد مثلا في مكان تبقى انت حرفيا ممكن في دبي تكون قاعد في مطعم مثلا تلاقي حد انفلونسر او حد انت 100% بتتابعه صح. او كده. فالموضوع ده مميز جدا. الميزه برضو اللي في دبي اللي الناس احيانا بتاخدها كعيب، انه الناس منشغله قوي بالحياه وعايزه تعمل فلوس وكده. انا شايفها ميزه لو انت صغير، لانها بتدفعك ان انت عايز تشتغل. في دايما حد اعلى منك. صح. لو انت راكب عربيه نظيفه في ناس اعلى، لو انت مظبوط. بتاخد مرتب لا في ناس اعلى. بس the sky is the limit زي ما بيقولوا كده. بالظبط حرفيا. صح. فهي يعني مشجعه جدا على ان انت تفحت نفسك علشان تطور من نفسك. ولو انت شخص عايز تطور من نفسك فالموضوع ده هيبقى حلو جدا. زائد برضو حته لو انت عايز تعمل بيزنس، فدبي مكان مناسب جدا. انت ممكن هو تفتح رقم شركه في واحد خلال دلوقتي. ساعه ساعتين بتخلص بتفتح من غير ما شركه تنزل من البيت حتى يعني. بالظبط. فالموضوع ده مناسب جدا لاي حد عايز يفتح بيزنس. زائد موضوع الضرايب، هم عملوا دلوقتي مؤخرا ضريبه بتاعت اسمها الكوربريت تاكس، بس حاجه عبيطه جدا بالنسبه للاماكن التانية انجلترا وحاجات دي. بس في المقابل في منافسه شرسه، فانت اي فكره هتفكر فيها هي اتعملت 100% اتعملت. صح. فدي حاجه من ضمن العيوب، ان المنافسه شرسه جدا. بس دبي مكان جميل جدا لاي شخص عايز يطور من حياته ويطور من نفسه. بس الفكره كلها انت يبقى عندك هدف. بس لو انت شخص عايز ان انت تقعد مع اهلك، ده هدفك ان انت تقعد في بلدك تقعد مع اهلك، دي مش حاجه غلط خالص. بالعكس انا بحترم الناس اللي هي عايزه تعمل كده، لان هي عارفه هي عايزه ايه. ومش في دماغك فلوس، مش في دماغك انت تطور نفسك، عايز تقعد مع اهلك تعمل مظبوط. عيله وتقعد مع والدك ووالدتك وكده، ما تسافرش. لسبب ان انت هتسافر، انت فكر برضو انت هتسافر ليه. انت هتسافر عشان تعمل فلوس، علشان في الاخر تبقى عندك فليكسبيليتي او مرونه ان انت تقعد مع اهلك. طب ما انت في ايدك الموضوع من الاول. فانت لو معاك شغل يخليك تعمل كده من دلوقتي، خلاص خليك قاعد في بلدك. ودي مش حاجه غلط خالص، ده بالعكس ده حاجه كويسه جدا. انت عارف انت عايز ايه، ما بتقلدش وخلاص. فاحيانا بتلاقي نفسك داخل في دوامه ان انت بتضحي بحاجات علشان فلوس وبتفحت نفسك. يعني ما انت اصلا بتفحت نفسك عشان الحاجات اللي انت سايبها دي. صح. عشان الحاجات اللي انت بتضحي بيها دي. مظبوط. يعني دي وجهه نظري. لسه حتى انا كنت قايل لك، انا اخر مره تقريبا كنت في مصر من سنتين. اوكي. فخلينا نقول يعني ربنا ادينا طول العمر، خلينا نقول هنعيش يعني الحسبه بسيط، هنعيش هنا لحد يعني خلينا نقول مثلا لحد 50 سنه. كمان 10 سنين مثلا، ال10 سنين احنا هنشوف اهالينا 10 مرات. صح. احنا بننزل اجازه مره واحده في السنه تقريبا مره في السنه. بالظبط تقريبا. خلينا نقول مثلا ما نزلش اخر سنتين كده هشوف مثلا اهلي مره في السنه. صح. فدي برضو يعني حسبه بسيطه جدا. ده حته الاهل. نفس الفكره برضو اللي هو زي ما انت حكيت، مش كل حاجه ماديات. في حاجات كتير جدا انت بتسيبها عشان تتغرب. صح. انت سايب بلدك بقالك 30 سنه، انت هترجع تشوف اهلك 30 مره. بس كده هي الفكره في كده. لان برضو هنا ما تفتكرش ان انت كل يوم هتتكلم معاهم، او اللي انت هيبقوا معاك على طول على الواتساب او على التليفون. الحياه سريعه جدا هنا. زي ما انت حكيت، لو انت ما اتطورتش
في كتير غيرك هيتطوروا وانت هترجع لورا. صح. لو انت طلعت خطوه قدام زي ما انت لسه مدي مثل للسياره مثلا، لو انت جايب حاجه كويسه في جايب غيرك اعلى، فانت هتبقى شايف الناس كلها سابقاك، فلازم تواكب معاهم. فعشان كده لو انت مش عندك المينتاليتي دي من مصر، اللي انت عندك سبب قوي جدا ان انت خليك تسيب كل الناس دي وتيجي هنا، فالاحسن خليك في مصر لحد ما تلاقي السبب. صح. علشان تيجي هنا تبقى انت في طاقه بتصحيك كل يوم الصبح، انا ورايا سبب، انا لازم اصحى، لازم اكل في الصخر، لازم عشان تتنافس مع كل الجنسيات الموجوده او الناس اللي شغاله معاك. يعني انا زي ما قلت لك، انا مثلا شغال معيش حد مصري في الشغل بتاعي، كلهم جنسيات مختلفه، كلهم عندهم مزايا، فلازم أنا اكون مميز اكتر منهم عشان الناس تقدر تشوفني، عشان اقدر اخد زي ترقيه او اكبر في الشغل. لازم ازود من نفسي، لازم كل يوم تذاكر حاجه وي 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 عشان تقدر طبعا تبان في وسط 200 جنسيه موجوده هنا. دلوقتي لو حد مثلا جاي على دبي، سواء جاي لوحده او جاي بجوب اوفر او فرصه شغل وكده، يقعد فين في الاول؟ تمام، ممكن نحكي في الاول. لو انت هتبقى جاي مع فندق هو بعت لك الاوفر، ما تقلقش من حاجه زي كده، علشان هم هيدوكوا السكن. بيكون في الموظفين كلهم نازلين في سكن في فنادق كتير. يعني الفندق اللي انا جيت عليه ممكن خلينا نقول من ليفل 3 دي حاجه في الفنادق، كانوا بيقعدوا في الفندق ذات نفسه. اوكي. مش بتطلعش في السكن اللي بره. لكن خلينا نقول انت جيت في شركه او جاي حتى سياحه خلاص، وانت حابب تدور على سكن، لازم رقم واحد يكون جنب المترو. دي رقم واحد. يعني ممكن نقول في البرشا مثلا، اعتقد في محطه مترو هناك في بالظبط الحته اللي هي بالظبط في اللي هي جاردن او ديسكفري جاردن بعيده شويه. ديسكفري جاردن تقريبا بالزبط. في اواخر دبي، بس مكان لطيف فيها خضره كتيره وعجبتني جدا وهاديه جدا. وجنبك برضو ابن بطوطه مول. صح. هي تعتبر اخر خط في المترو، واللي هي النقطه اللي هي بيطلع منها الخطوط الثانيه اعتقد. صح. في الناحيه الثانيه بقى اللي هي طبعا دي اللي هتكون اقل، دي السعر بتاعها هيكون اكتر شويه. الحته دي اللي زي ما انت قلت عشان المنطقه برضو نظيفه شويه، واللي هي الاشجار والكلام دوت، فممكن تلاقي الشيرنج فيها غالي شويه. ممكن 2000 درهم شيرنج، حاجه زي كده. 2000 درهم دي انت بتاخد اوضه، بس ممكن يكون الحمام بتشاركه مع حد. مظبوط، صح كده، صح. اللي انت مش تبقى قاعد لوحدك في استوديو او في الابارتمنت كلها، لا. انت بتبقى شير مع حد مثلا. لذلك في الاول انت خليك متفاهم مع فكره ان انت تيجي تقعد في سكن وتشارك ناس، يعني تقعد في شقه من جنسيات مختلفه، فده طبيعي جدا في دبي. مختلفه، صح كده. حد يطلع يعمل اكل الساعه 3 بالليل عادي، عادي جدا. فالموضوع بتاع ان انت تقعد لوحدك في شقه في الاول واستوديو ممكن يكون صعب شويه، ولازم تبقى متفاهم مع كده يعني. وزي ما محمد قال، النقطه بتاعه المترو دي مهمه جدا، لانك مش عايز يعني دي برضو نقطه مهمه، ما تتغرش بسعر سكن يكون قليل وبعيد عن المترو. صح. لانك هتلاقي نفسك بتصرف فلوس كتيره جدا في التاكسيات، لان التاكسيات هنا مش رخيصه، فهتحتاج ان انت تقعد جنب المترو حتى لو كان السكن اغلى شويه، علشان المترو هيسهل لك ان انت توصل لاماكن كتيره في دبي. لان دبي ما شاء الله المترو تقريبا ماسك كل حته. ممكن بس في اماكن زي سيليكون اويسز وكده دي ما فيهاش مترو، بس تقريبا المترو ماسك دبي كلها. حتى لو هتضطر مثلا ان انت تاخد مواصله، ممكن تاخد باص مثلا. وبرضو حتى برضو النقطه بتاعه الباص، انا اسف ان انا بدخل في كذا نقطه، بس الباص برضو حتى لو في مكان انت ممكن تروحه بالباص، ما تتغرش بالموضوع ده، لان الباص ممكن ياخد ساعتين في مشوار ممكن مدته ربع ساعه. كتير. في بيقف كتير وبيلف لفات كتيره وكده. فالمترو هو افضل شيء. فلما تيجي خليك جنب المترو، بيكون سكن شير. صح. في ديسكفري جاردن زي ما انت قلت، وفي ممكن في اماكن كويسه في الديره لو انت جنب المترو او الرقه. صح. انا اول ما من دبي اللي هي بيقولوا عليها دبي القديمه. مظبوط، اللي هي السيف، ابو هيل، ديره، الكلام ده. دبي القديمه. فانا اول ما جيت قعدت في الرقه عادي، وكان سكن كويس، كان جنب المترو يعني. ف ممكن لو انت عايز في حاجه، ما تروحش تقعد في الشارقه او عجمان وانت جاي تدور على شغل في دبي. دي انت كده بتقتل نفسك. بتقتل نفسك. انت مش متخيلين الزحمه اللي كل يوم. مثلا يعني في ناس شغاله معايا الصراحه بيطلع من بيته في الشارقه الساعه 5 الصبح علشان يجي الفندق الساعه 9. صح. 5 ونص الصبح. كميه زحمه مش طبيعيه. بجانب انت برضو زي ما انت ذكرت،
فكره المواصلات هتيجي ازاي كل يوم، اقل حاجه مثلا هتصرفها كام عشان تيجي تاكسي لو وراك انترفيو، لو حد يكلمك. الباصات برضو هتاخد وقت كتير، والباصات هتنزلك في حته معينه في دبي، ولازم تطلع من الحته المعينه دي في دبي تاخد تاكسي عشان تروح مكان الانترفيو. صح. فانت جاي في دبي، دبي هي اللي فيها الشغل كلها، يا اما دبي يا اما اعتقد ابو ظبي برضو. ابو ظبي بالظبط، يا اما هتنزل هناك يبقى بتدور في المكان دوت، او لو تقعد في ابو ظبي يبقى بتدور في المكان دوت. برضو خلينا نذكر الحته بتاعت يعني الشارقه وعجمان كويسه جدا في حاله لو انت كنت عندك شغل في دبي، دي اول حاجه. تاني حاجه معاك عربيه. تالت حاجه يكون عندك اولاد مثلا ومدارسهم عائلة. في الشارقه او في عجمان، بالظبط، في صح. الحاله دي هتوفر. بس انا واحد من الناس مثلا اول ما جيت لقيت ان انا عايز اشتري دماغي، مش عايز اقعد احرق جاز كتير في ادفع بنزين، هتوفر وقت جامد. دي أهم وكمان حاجة. اصحى بدري لازم. يعني مثلا لو انت دوامك الساعه مثلا 7:30 هتضطر تصحى الفجر مثلا، تلاقي نفسك بتصحى بدري وتروح على وتروح 10 متأخر. 10 الساعه 9 بالليل. فبصراحه انت عايز تحسبها كويس. لو في حادثه على الطريق مثلا، في حاجه عطلانه، فخلاص ده بتقف لمده ساعه ساعتين يعني. فانت عايز تحسبها كويس، هل الموضوع يستدعي ولا لا. فالموضوع كله تضحيات يعني. لو انت عايز بقى بعد كده تاخد استوديو مثلا، فممكن تروح في اماكن زي انا شايف JVC منطقه جميله، صح. حلوه جدا. فرجان حلوه جميلة. جدا. سيليكون اويسيس بدات تتزحم بس حلوه. في دبي لاند صح، بس كويسه بعيده شويه. بس بعيده شويه. لازم ممكن يكون معاك عربيه. ورسان لطيفه. ورسان جميله، صح. في برضو خصوصا للعائلات. في اسمها اللي هي الناحيه الثانيه من سيليكون اويسيس دي اسمها ايه؟ انترناشونال سيتي. انترناشونال سيتي. بس في واحده اللي هي اسمها لي وان برضو كويسه. ليوان، صح. منطقه هاديه جدا مناسبه للعائلات، سعرها مش عالي قوي. البراري، بس لازم البراري يكون معاك حلو عربية جدا برضه. بس لازم عربيه. كنت قعدت فيها فتره برضه. عايز تعلى شويه بقى وتقعد في حتت انضف، ممكن بقى بيزنس باي اعلى شويه. دبي هيلز اعتقد. دبي هيلز برضو حلوه. ممكن دماك هيلز حلوه جدا بس بعيده، لازم هيلز. عربيه. يعني عايز لك 35 دقيقه تقريبا عشان تدخل جوه دبي. عايز بقى اعلى ممكن مارينا مثلا، بس مارينا برضو لو انت شغال، انا شغلي في نواحي المطار، فعلشان اقعد في مارينا مثلا عايز لي مشوار سفر. صح. لو مثلا رايح عجمان مثلا لحاجه ربنا معاك بقى، خلاص. فانت محتاج بس تنظم صح الموضوع. فكره يعني الايجار برضو هنا، الايجار بيكون سنوي. لان اعتقد احنا ما عندناش الفكره دي في مصر، ان انت تدفع الايجار بالسنه لو انت هتاخد استوديو لوحدك او شقه لوحدك. لان ده بيوفر عليك اكتر من الشهر بكتير. الحته دي عايزين نتكلم فيها. ماشي. تمضي حاجه اسمها شيكات. الشيكات دي بتتقسم، ممكن شيكين يعني بيبقوا مثلا السنه كلها المبلغ مثلا خلينا نقول 60,000 مثلا. 60,000 مثلا الاستوديو او غرفه وصاله بالظبط حسب المنطقه. ممكن بيتقسم يا اما على 12 شيك، دي قليله شويه تقريبا، مش موجوده دلوقتي. يا اما 6 شيكات، يا اما 4، يا اما 2. فانت بقى محتاج ان انت تتفاوض مع المالك ان انت تحاول تكترهم على قد ما تقدر، لان هيبقى شيكين مثلا 30 و30 دي هتبقى صعبه شويه. كل 6 شهور تدفع 30,000 دي تبقى صعبه شويه. مثلا انا اعرف ناس كتير الصراحه اللي هو في سكه 6 شيكات و4 شيكات. اللي هو كل 3 شهور بيدفعوا مبلغ. وبعد كده 3 شهور تانيين مبلغ وهكذا، او 6 اللي هو كل شهرين بتدفع المبلغ اللي هو بقى المتفقين عليه يعني. تمام. طيب نتكلم على الجزء بتاع الانجليزي. هل لازم تبقى يعني بتتكلم الانجليزيه بطلاقه وتكون فلوينت علشان تبقى يعني تلاقي شغل في دبي؟ لازم تكون يعني بتتكلم كانك نيتيف، ولا الموضوع عادي ممكن تكون B2 مثلا؟ لا طبعا. في الانجليزي او حاجه مش محتاج ان انت تتكلم انجليزي بطلاقه. هقول لك رايي الشخصي او معتقدي الشخصي، انت لازم تتكلم انجليزي بطلاقه لو انت هتمثل في امريكا، تمام، ومطلوب منك ان انت تعمل شخصيه واحد نيتيف. اوكي. دي ممكن ده المنطق بتاعي يعني. دي حاجه استحاله. تاني، انا تقريبا 11 سنه شغال مع اجانب فقط. الانجليزي انا بستخدمه كلغه او كطريقه للتواصل. صحيح. نتواصل مع اللي قدامنا. انا بتعامل مع اجانب كتير جدا. ممكن تكون انت عارف كمان اصلا يعني الناس اللي هم النيتيف سبيكر من اليو كي عندهم لهجات مختلفه جوه الانجليزي بتاعهم. صعب اصلا هم يفهموا بعض يعني. الناس بيتكلموا مع بعض انجليزي يعني هو لغتهم الام، زي فكره عندنا العربي برضو يعني. اخواتنا المغاربه مثلا او التوانسه بيتكلموا بلهجه مختلفه، صعب ان احنا نفهمهم، بس برضو هم بيتكلموا عربي في الاول وفي الاخر. نفس الفكره في الانجليش. فانت مش محتاج خالص ان انت تبقى نيتيف عشان تيجي هنا تلاقي شغل
وتتعامل مع الناس. بس طبعا كل ما حسنت نفسك في الانجليزي اكتر كل ما ميزت نفسك، لان مثلا اكتر الجنسيات اللي موجوده هنا الهنود والباكستان، احنا احسن منهم شويه في حته الانجليزي عشان مخارج الحروف عندنا باينه اكتر. اوكي صح. انت هتيجي تتكلم مع حد من اللي هم الهنود او الباكستان او اللي هي الجنسيات بتاعت اسيا، مخارج الحروف عندهم مش مظبوطه. بيتكلم الانجليزي بالهندي بالظبط مظبوط. فهو حتى يجي يقول لك 50 يقول لك 50 بيكلموها ما عندهمش فيه خالص، فاهم؟ فهو الحروف عندهم كلها بايظه. فدي حاجه انت تقدر تميز نفسك فيها، اللي انت حاول تتعلم الانجليزي. تاني مش لازم تبقى نيتف، بس فكره اللي انت ما تخافش وانت بتتكلم، يبقى عندك ثقه في نفسك، محصوله كلمات تبقى كويسه تقدر تتعامل بيها كل يوم مع الناس. وتاني ممكن يكون في معتقد الشخص الانجليزي هيجي مع الممارسه، مش قلم وكتاب او قلم ومذاكره زي ما عودنا في المدارس للاسف. يعني هو للاسف في ناس يعني زي ما محمد قال بتفتكر انها لازم تكون يعني عندها طلاقه، يعني تكون بتتكلم بطلاقه. ممكن تحتاج ان انت تتكلم انجليزي بشكل يعني عارف تكون مش باين ان انت مش ابن البلد في اماكن معينه. ممكن احيانا ممكن تلاقيه في وظائف معينه الوظيفه نفسها بتستدعي ان انت لا لازم يبان الشخص ده امريكي صح او مزبوط. كندي او ايا كان صح. بس دي بتبقى قليله، بتبقى وظائف قليله. بس فكره ان انت تشتغل في مثلا في السوفت وير عندنا او في كده، لا انت طالما انت بتعرف تتكلم الناس بتفهمك وانت بتفهم الناس، خلاص مفيش حد هيقف لك يقول لك انت قلت الكلمه دي جراماتيكلي انكوريكت الا المصريين. الا المصريين. يعني مفيش اجنبي علق على كلام اي حد صح. بيتكلم شفته يعني، الا مفيش حد بيعلق خالص على طريقه كلامه كلهجه او ايا كان. صح. احنا بس اللي بنعلق على بعض. ففكره برضو الاكسنت، بشوف ناس بتحاول انها يبقى عندها اكسنت بدون لغه مليانه بالظبط. يعني بيحاول ان هو يكون عنده اكسنت، يعني هو بيقلد الاكسنت، بتحس ان هو بيقلد الاكسنت بس صح. لغه مفيش لغه، مفيش. صح. بيقول كلام غلط، السبيلنج او النطق بتاع الكلام مش مظبوط، مخارج الحروف غلط. فبيتعلم الاكسنت قبل اللغه يعني. صح. فالموضوع بتاع الاكسنت دي عقده خواجه 100%. وصدقني لما حد اجنبي بيشوف حد بيتكلم مثلا انجليزي او ايا كان هو بيحترمه وهو بيساعده، لان انت بتتكلم لغته وهو ما بيعرفش يتكلم لغتك، انت بتتكلم لغته. اصل هم يعني ناطقين بالانجليزيه، خلينا نقول الانجليزي او الامريكان بيكلموا لغه ثانيه ايه؟ مفيش تقريبا يعني. لو بيتعلموا اسباني مثلا كمثلا امريكان مثلا بيتعلموا اسباني بالظبط، بس هم بيكلموا انجليزي. انت بقى تخيل انت واحد لغتك الاصليه عربيه وبتحاول تتواصل معاه بلغته هو، يعني بالزبط. اكيد هو يحترمك. نفس الكلام جدا خصوصا مع الالماني. يعني انا في الاول كنت بخاف جدا لما اجي احكي مع الالماني اول ما بدات اتعلم والكلام ده. الناس كانت بتنبهر اللي انا بس بقول لهم جوتن مورجن، اللي هو يعني فكره صباح الخير بالالماني. انت عارف تتواصل معاهم بالظبط، اللي هو يشكروك ويقول لك كمل، اللي هو بيديك اصلا طاقه، لا انا لازم اتكلم اللغه بتاعتك. صحيح. فزي ما انت قلت فعلا. وعلى فكره انا بصراحه بعد ما سافرت وكده، انا حاسس ان الاكسنت او اللهجه نفسها هي كونيتك. يعني فكره ان واحد مصري بيتكلم انجليزي بطلاقه زي باسم يوسف مثلا، هو الاكسنت بتاعته باينه ان هو مصري 100%. بس هو بيعرف يتكلم، يعني بيتكلم ما شاء الله الانجليزي بتاعه حلو جدا. بس هو الكونيا او لا يعني عايز اقولها ايه، اللي هي الكونيا بتاعته هو موجوده، هو ده مصري. الشخصيه حتى لما بيجي يردح بيردح بالمصري، فاهم؟ وهو بيتكلم انجليزي مظبوط 100% صح. فهي الفكره في هي دي حاجه جزء منك، فما تعرش منها بالزبط. او ان انت تحاول تغيرها، بالعكس صح. عادي يعني. واعتقد مع الوقت فكره الانجليزي، يعني حتى لما احنا كنا لسه بنحكي دلوقتي، انت بتيجي مع الوقت بعد كده هتيجي اصلا تعبر عن افكارك هتلاقيها طالعه بالانجليزي صح، او باللغه اللي انت بتحاول تدرسها. يعني كنا بنتكلم دلوقتي ما قلنا معلش احنا مش عارفين نكتب الكلام بالعربي علشان خلاص احنا طول اليوم في الشغل بتتعامل مع اجانب، بتفكر بالانجليزي. فانت عايز توصل للمرحله دي اللي انت تحاول تدخلها كل يوم بالزبط. في تحاول تدخلها كل يوم اللي انت تتعلم حاجه انجليزي، اسمع بودكاست، اسمع مش عايزين نقول اغاني بلاش، اسمع اليوتيوبرز اللي انت بتحبهم. والبودكاست اعتقد في الابلكيشنز على كل التليفونات دلوقتي صحيح. يعني نزل كل يوم ابسط ما فيها حصيله كلمات 5 كلمات كل يوم، في اخر الشهر معاك 150 كلمه صح. في 3 شهور معاك 450 كلمه.
انا اعتقد عشان تتكلم اللغه الانجليزيه عايز لك 2000 كلمه او 1800 كلمه بس، صح، اللي هو الديلي تقريبا ماكسيموم 3000 تقريبا، حاجه زي كده. بالظبط. فانت لو يعني خلال 6 شهور انت بتتكلم انجليزي بنسبه 60%، تعرف تتواصل مع كل الامور. يعني هي صح. الفكره بسيطه، بس لو حطيت خطه وزي ما انت قلت برضو لو عندك هدف هتوصل له. يعني ناس كتير بتيجي تتكلم هو انا ليه لازم ادفع علشان اتعلم. دي نفس الفكره دلوقتي، انت بتخليك تدفع على الطريق علشان اديك شورت كات عشان اوصلك اسرع. 100% دي يعني دي حاجه جت في دماغي دلوقتي كويس. بالظبط. فهو نفس الفكره بالظبط، لما انت تشوف مثلا في كورسات اونلاين او تشوف في حاجات اونلاين والناس مثلا تطلب فلوس، خلي بالك ما هو انت الراجل ده بيوفر لك وقت، الراجل ده بيوفر لك مصادر. هنتكلم بقى على موضوع الكورس دلوقتي بس شو على فكره اللي هي ده حلو ان انت جبتها لي. دخلت حلو قوي. ماشي تمام. احنا وقفنا فين؟ ممكن ناخد منين؟ موضوع اللي انت ليه بتدفع علشان تتعلم، ان انت باختصار عليك وقت، بالظبط بدري خلاصه الخبره او حاجه زي بالظبط كده. صح. فتخيل ليه برضو انت تروح تدفع فلوس في كورس او تقعد مع حد. كنت انت ذكرت قبل كده كنت انت حابب تتكلم مع حد تقريبا وقال لك انا ما عنديش وقت عشان وقته بفلوس. صح. هو لقى يعني صح تمام. هو الراجل لقى ان انا يعني هو الناس هنا بتفكر بالظبط. انت هتحط ايه، هتحط لي ايه على الترابيزه، هتفيدني بايه؟ لو انت مش هتفيدني بحاجه خلاص ادفع لي، هات لي $10,000 مقابل ساعه مثلا. مظبوط صح. بزنس بحت يعني. صح، بس انت برضه هتدفع له $10,000 هتخرج بكميه معلومات 100%، بكميه خبره تساوي اكتر من $10,000. الكلام ده كان في الاول يعني كان تقريبا من 2-3 سنين، وانا خدت الموضوع على صدري قوي بصراحه. يعني اللي هو انت ازاي بتقول لي كده؟ بس انا لما جيت فكرت فيها الراجل ده يعني بيحاول يوصل لحاجه معينه في حياته ووقته فعلا بفلوس، وانا ساعتها كنت لسه بادئ ما اعرفش اي حاجه وكده، فلقيت الموضوع لا ميك سنس. وبعد كده انا بدات بصراحه بشكل ما بدات اتبع نفس العقليه، اللي هو لو حد مثلا هيبعت لي يقول لي طب تعالى نتقابل، طب انت هتضيف لي ايه؟ الا بقى لو انا عايز اعمل حاجه لوجه الله، دي حاجه طبعا مختلفه تماما. بس الفكره انه انا لو هتدفع لي فلوس ماشي هقعد معاك، بس لو مش هتدفع لي فلوس يبقى انت في حاجه هتضيفها لي. صح. موضوع بقى الزكاة العلم ودي حاجة تانية طبعا، دي لابد منها، ولكن موضوع الوقت اللي بفلوس وان انت تاخد من وقت حد وان انت تدفع له، ده طبعا مناسب ليك. لانك تخيل انت بتقعد تدرس حاجة لمدة 10 سنين وبتيجي تديها لواحد على وانت وهو على الجاهز، يعني على الجاهز كده بتديها له في خلال نص ساعة مثلا. مظبوط. فتخيل انت بتشتري 10 سنين بفلوس. صح. فهي الموضوع كده، هو الموضوع كده يعني. انا دافع له برضه عشان اقعد معاه. خلينا نتكلم على محمد على فكرة معانا. خلاص تحزن لنا يا عم. محمد معانا على فكرة في المنتور شيب تقريبا. يعني انا لا والله بجد انا اتشرفت بيه جدا. ربنا هو يعني هو فادني في موضوع المنتور شيب، راجل مجتهد جدا. هو بيعمل كونتنت وكده مع شغله، وتواصل معانا وكده ودخل معانا المنتور شيب بقالنا تقريبا 10 ايام. مظبوط. اللي هو وصل له في ال 10 ايام بسم الله ما شاء الله، يعني مجهوده يحترم جدا. بينزل محتوى تقريبا كل يوم. حاليا احنا موجودين في فندق في دبي، برضو قاعد بيكتب سكريبتس في الويك اند وكده خاصه بالمحتوى. فبمناسبه المنتور شيب احنا بنعمل يعني المنتور شيب دي بتبقى برنامج مكثف مدته شهرين، بنشتغل مع ناس عندها خبره في مجال معين زي محمد وكده، وبنحاول ان احنا نوصلها انها تعمل فلوس اونلاين من خبرتها. فبمناسبه بقى الموضوع المحتوى، طيب انت شغال دوام كامل والحمد لله الامور كويسه، في دخل ثابت بيجي لك كل شهر وكده، ليه فكرت تبدا كونتنت؟ تمام، خلينا اقول انا حبيت اضيف حاجه اكتر للحياه عندي او معنى اكتر للحياه. زي ما احنا حكينا قبل كده، انا هدفي الاكتر او اولوياتي ان انا دايما اساعد الناس. دي حاجه عندي في الشغل برضو، اي حد جديد اي حد جاي طارق، اي حابب مساعده طارق، لان والحمد لله حتى من غير ما حد يقول انا بحب دايما دي حاجه فيا، اساعد الناس على طول. ممكن اصحح فكره، ده برضو تاني معتقدي الشخصي. فكره المال او الفلوس من الكونتنت تمام، او الناس اللي هم على السوشيال ميديا ممكن ما تكونش اولوياتي. طبعا هي حاجه مهمه، بس لو خليتها هي هدفك الاساسي هتبقى صعبه عشان توصل لها. مش عارف اوصفها ازاي. انا معاك. هو محمد اعتقد ان انت قصدك ان انت كل ما ركزت على الفلوس
الفلوس بس بالظبط. كل ما هتبعد كل هتقل، كل مش هتجيب فلوس اللي انت عايزها. صح. ليه؟ لانك لو حطيت هدفك بس ان هو يبقى مادي، السيرفيس اللي انت بتقدمها عموما للناس بتقل جودتها. بمعنى ان انت هدفك ان انت تتقاضى مرتب او تتقاضى فلوس. اول صح. ما تاخد الفلوس من الناس، يعني مثلا على سبيل المثال انت معانا في المنتورشيب، لو انا مش حابب اصلا اللي انا بعمله، اول ما حولت لي فلوس كنت خلاص هتلاقي بالظبط. المستوى صح. او المتابعه بتقل. صح. او مثلا لو فتنس كوتش او حاجه، لو هو مش حابب الموضوع، خلاص اول ما حد أنا- يحوله الفلوس هتلاقي فيه الغايه بتاعتي جت خلاص، انا خدت بالظبط. غايتي، فبعد كده مفيش هدف. 100%. فالفلوس هتجيلك في الاول، هتحقق غرضك في الاول، بس على اللونج تيرم او على المدى البعيد مش هتعرف ان انت خلاص. الناس هتعرف ان انت جودة الشغل بتاعك بتقل لما بتاخد الفلوس، فبالتالي عدد العملاء بسبب الرأي اللي الناس دي بتقوله للناس التانية هيقل، فبالتالي مش هتعمل فلوس. ولكن لو انت حابب اللي انت بتعمله، اللي هو الورد اوف ماوث زي ما بيقولوا، او اللي هو بالظبط. صح. فكره ان الناس محمد مثلا شغالين مع بعض دلوقتي، لو في حد تاني حابب ان هو يعمل نفس الموضوع فهيروح احمد كويس مش عارف ايه، فبالتالي على المدى البعيد هتلاقي نفسك بتعمل فلوس وبتوصل للمبلغ اللي انت عايزه، لانك مش مركز على فلوس. فهو سبحان الله، يعني انت كل ما بتخلي الفلوس في اخر اولوياتك، انت بتعمل حاجه عشان انت فعلا حاببها، الفلوس بتجيلك. 100% صح مظبوط. فهو اللي انت برضو اول ما بتبدا تعمل الحاجه اللي انت حاببها، بيبقى ممكن يكون الهدف اللي انت بتصحى له كل يوم الصبح بدا واضح شويه. دي نقطه مهمه. دي حكينا عنها. انا قلت لك يعني انا عمري ما كنت اتخيل مثلا انا اقدر اصحى الساعه 6 الصبح. خلينا نقول الشهر ده انا شغال من الساعه 12 مثلا، من 12 ل 9 بالليل. عمري ما كنت اقدر اتخيل ان انا اقدر اصحى الساعه 6 الصبح عشان اشتغل على الحاجه اللي انا عاملها او المشروع اللي احنا بنعمله مثلا. صحيح. اصحى الصبح الساعه 6، تبدا تكتب السكريبت، تبدا تفكر في الافكار، تبدا تقرا وتشوف بودكاست اكتر. يعني الحاجات دي كنا مثلا زي ما انت ذكرت ممكن تعملها في الطريق للشغل، لو انت في السياره رايح مشوار نص ساعه او حاجه زي كده. بس انت كل يوم تصحى علشان تعمل حاجه اللي انت بتحبها، دي حاجه انا ما كنتش ممكن اتخيل ان انا اعملها. بجانب في حاجات بدات تظهر انا اصلا ما اعرفش ان دي هتيجي مع دي، اللي هو زي ما انا قلت لك مودي في الشغل. بقيت اروح الشغل بمود تاني خالص. الشغل انا اصلا كنت بحاول الاقي شغل تاني، هكون صريح برضو معاكم. في شويه مشاكل طبعا، يعني مش كل حاجه عسل زي ما الناس بتقول. في طبعا مشاكل، وفي مديرين رخمين وجنسيات طبعاً. مختلفه وبيحاولوا يتحكموا فيك وي وي والكلام ده. بس مؤخرا من ساعه ما بدات معاك، يعني ده فضل من ربنا وطبعا بمجهودك وفضلك. وزي ما قلت لك برضو انا مش عارف اصلا احط الشكر بتاعي في كلمات عشان اعرف اشكرك والله على اللي انت بتعمله حبيبي والله. ففعلا انت بتروح معاملتك مع الناس بتتغير، المود اللي انت فيه بتتغير. انت بتروح الشغل تشتغل اكتر اصلا، بتبقى عايز تخلص كل الشغل عشان ترجع تشتغل على اللي انت حابه. الهدف يعني بالظبط. في عندك فهو هدف. في حاجه انت حطيتها وبتديك طاقه، مش الطاقه عشان كمان تشتغل على هدفك، لا عشان تشتغل على كل حاجه حواليك تخلصها عشان ترجع تاني للهدف بتاعك. وهتخلصها اعتقد بنسبه اكتر من الاول. يعني خلينا نقول مثلا انا معظم شغلي ايميلات، خلينا نقول في اليوم مثلا بخلص 60 ايميل او 70 ايميل. ممكن دلوقتي اخلص مثلا 100 ايميل او 120 ايميل، انجز بسرعه عشان اسيف لنفسي وقت بكره. خلينا نقول ممكن اخد ساعه مثلا في الشغل احاول اقرا على سكريبت او اعمل حاجه وارجع اكمل عليه في البيت. فهي الفكره في كده، بتديك طاقه جميله جدا الصراحه. صحيح. وخليني اقول لكم برضو من ضمن الحاجات التانية ان انت عندك، خلينا نتكلم على نقطة فلوس. انت عندك دخل ممكن يدخل لك شهريا، يعني طبعا مع الوقت، مع موضوع الشغف، موضوع ان انت يبقى عندك هدف وان انت بتبقى اكثر اجبارا على الحياة وكده، ان انت عندك خبرة معينة، الخبرة دي في ناس معينة مستفيدة منها وانت بتاخد دخل معين على الموضوع. انت ليه ما تظهرش وتساعد ناس اكتر وتزود دخلك؟ انت ليه ما تستغلش فرصة ان انت يبقى عندك دخل تاني وفي نفس الوقت تساعد الناس؟ وزي ما قلت في فيديوهات قبل كده، هي الموضوع يعني احنا بادئينه رسالة، اللي هو فكرة ان انت شايف ناس عندها خبرة بس الناس دي تعبانة بسبب انها مفيش روتين، مفيش حاجة جديدة في الشغف في حياتها، في نفس الوقت مفيش حد بيستفيد بخبرتها. ففكرة ان انت بتستفيد من خبرتك ان انت تجيب دخل تاني، دي حاجة كويسة. زائد ان انت عندك اوبشن تاني في حالة لو انت عايز تسيب وظيفتك او ايا كان. بالظبط. لان المشكلة ان الوظيفة احيانا بتوصل لمرحلة انها تبقى مسكن، بتوصل لمرحلة ان انت كارهها بس مش عارف تسيبها لان مفيش بديل. صح. والموضوع ده مؤرق جدا، واللي قعد فترة وترقى في شغله هيحس بالموضوع ده وانا حسيت بيه، اللي هو صح. طب انا مرتاح في شغلي وفي
يعني راحه وكده، طب وبعدين؟ طب افرض انا كنت عايز اسيب الشغل، هلاقي ازاي حاجه تديني نفس الدخل واللايف ستايل؟ فمن العقلاني ان انت، او من المنطق ان انت تحاول يبقى في عندك باك اب بلان او خطه على جنب يعني. صح. بس السؤال بقى اللي بعد كده، انت بتنظم، انت يعني خلينا، انت اديتنا نبذه بالظبط. بس انت بتنظم وقتك ازاي في ظل شغلك كدوام كامل؟ بالظبط. يعني بتعمل ايه بالظبط يعني؟ جربت في الاول الصراحه اللي انا اشتغل على اللي انا شغال عليه او على المشروع مثلا اللي احنا بدانا فيه بعد الشغل. الصراحه أوكي. كانت بتبقى مرهقه شويه. يعني خلينا نقول لو شغال من 9 لحد الساعه 6 فبترجع البيت تاني الساعه 7 7 ونص. تبدا بعد مثلا تبدا تشتغل الساعه 8 او 8 ونص، فبتلاقي نفسك خلاص انت طول اليوم مهلك. مستهلك. بالظبط، او مستهلك. فما فيش افكار بتيجي بعديها بساعه تبدا تلاقي ان انت بتنام على نفسك والكلام ده. فقلت طب ما تخلينا نعكسها، خليني اعملها قبل الشغل، بحيث برضو زي ما انت ذكرت دلوقتي بقالك كذا سنه في الشغل خلاص، فانت الشغل بالنسبه لك راح على الاوتو بايلوت مود. صح. فاهم؟ فانت ما بتفكرش اصلا في الشغل، انت بترد على الايميلات باي كيسز عندك من غير ما تفكر، انت عارف الحل بتاعها يعني. صحيح. فقلت خليني اعكسها، خلينا نصحى وناخد الحاجات الصعبه الاول، اللي هو الحاجات الجديده اللي انا ببدا اتعلمها او اشتغل عليها، دي اللي محتاجه طاقه مننا اكتر. فخلينا نعملها قبل الشغل. وفعلا الكلام نفع. بقيت اصحى الساعه 6 6 ونص مثلا الصبح، ابدا اشتغل على الحاجات اللي انا المفروض اشتغل عليها. بعد كده نبدا مثلا اصور من الساعه 9 او الساعه 10، وبكون في شغلي على الساعه 12. ترجع بالليل تاني يا دوبك خلاص انت خلصت كل اليوم ولسه معاك وقت لو انت حابب هتروح الجيم مثلا بالليل. لو انت حابب تقرا كتاب تاني او انت راجع في الطريق تسمع كتاب تاني في العربيه او بودكاست او حاجه زي كده. ترجع. انا صراحه في حاجه انا بعملها، انا مش عارف النوت معايا ولا لا، دي تاسك عندي كل يوم لو حد حابب يعملها. دي انا في 3 اسئله بجاوب عليهم كل يوم. تمام. ده انا بادئ ده كده، ده بداتها من شهر 10 2024. تمام. ال3 اسئله انا هقولها لكم باللغه العربيه يعني فصحى، انت ممكن تحاول تترجمها شويه. ايه اكتر حاجه اثارت حماسي اليوم؟ اوكي. تمام. تاني حاجه، ايه اكتر حاجه اهدرت طاقتي؟ تمام. ايه اللي انا اتعلمته عن نفسي النهارده؟ ال3 اسئله دول يعني بص، هي النوته قربت تخلص. اوكي. انت كل يوم بتكتب؟ كل يوم لازم من شهر 10. الموضوع انا كنت ايه يا عم ده، انا صراحه شفت كذا حد في البودكاست كان بيتكلم عليهم. بس الموضوع فظيع جدا، الموضوع بيفرق جامد. ابسط ما فيها العقل عندنا او عقلنا، تمام، مش معمول علشان يحفظ الذاكره او يحفظ الافكار. انا اسف. أوكي. تمام. احنا علينا اعتقد يعني برضو في ناس كتير ممكن تبقى فاهمه في حاجه زي كده اكتر مني، هو مجرد بينتج او بينتج الافكار. عشان كده احنا على طول بنفكر على طول بنفكر على طول بنفكر. اوكي. بس ما بيحفظش الافكار. فخليني اقول لك مثلا ابسط ما فيها، النهارده احنا بنصور يوم السبت. بالظبط. يوم السبت اللي فات الساعه 3 العصر انت كنت فين؟ مش فاكر. حسيت بايه؟ ده النقطه دي مهمه جدا جدا. استحاله. بص بقى، انا ممكن اقول لك يوم 28 10 2024. أوكي. تمام. لو انتوا حابين تجربوا حاجه زي كده، دي حاجه قويه جدا. وحاجه بترجعك للذاكره وبترجعك لنفس اليوم، بتخليك حتى تفكرك ليه انت بدأت. يعني حتى لو انت نسيت اللي كان فيه سبب انا بادئ ليه الكلام ده كله، لا انا ممكن ارجع 6 شهور وسنه ورا والكلام ده كله. اللي خلاني حتى اللي كان بيتكلم في البودكاست اللي هو بيقول الكلام ده بيكتب لنفسه بقاله 18 سنه. يا ربي. الموضوع بتاع جورنالينج بيقولوا عليه جورنالينج يعني، او ان انت التدوين، ان انت تكتب اللي انت بتحسه كل يوم. الموضوع ده مهم جدا جدا. كنت عملت عنه ريل قبل كده، وكويس ان انت ذكرته. يعني احنا بطبيعتنا نسيين، وانت بتنسى الحاجات اللي انت بتغلط فيها. والموضوع قد يبدو سطحي او مش سطحي، لا اللي انت بتقوله مش سطحي، قد يبدو عادي يعني، حاجه لتطوير الذات وكده. بس الموضوع تبعاته لو انت ما بتكتبش ممكن تكون كارثيه. انت بتنسى العلاقات اللي انت دخلت فيها احيانا. صح. ونوعيه الاشخاص اللي بتهلك لك حياتك. صح. ولو انت ما بتكتبش هتكرر نفس الاخطاء تاني، وده السبب اللي بيخلي ناس بتدخل في علاقات مع ناس توكسيك تاني هي بيعيدوا نفس الكلام. لانك انت بتبقى عندك حاجات معينه بتجذب الشخص التوكسيك ده، او بيعجبك حد مثلا بشكل معين.
فلو الشكل ده اتكرر تاني قدامك رغم ان هو توكسيك وفي نفس صح. الصفات الزفت اللي انت وخسرتك فلوس ووقت وكل حاجه، هتروح صح. ترتبط بيه تاني لانك انت نسيت الشخص ده بيعمل ايه. فلو انت بتكتب انت بتحس بايه وكده. في نفس الوقت الموضوع برضو ينطبق على وظيفه، ينطبق على نوعيه عملاء ممكن يعني توافق ان انت تشتغل معاها بسبب الفلوس، لانك مثلا عايز تجيب باصص على مبلغ معين. الفلوس بس. وانا غلطت في الموضوع ده، يعني عملت الموضوع ده قبل كده، ان انا كنت عايز مثلا خلاص انا عايز اعمل فلوس وكده، ودخلت مع عملاء انا مش عايز اشتغل معاهم. فالموضوع ده يعني قد يبدو كارثه لانك ممكن تدخل نفسك في حاجات انت مش عايز تدخل فيها. فانا بصراحه بحييك على ان انت ذكرت الموضوع ده، موضوع الجورنالينج ده مهم جدا. فحاول تكتب يعني يوميا. الكلام مش كلام علم نفس ولا حاجه، لا، ولا كلام مهم جدا، وانا شخصيا بعمله، ممكن ما بعملش بنفس يعني الموضوع بالتفصيل نفس كده الفكره بالظبط. بس لا، انا مثلا كاتب عندي في نوشن حاجه شبه كده، كاتب اكتر الحاجات اللي بتهلك طاقتي، او اكتر الحاجات صح اللي بتضيع وقتي، او اكتر الحاجات اللي بتقلل حماسي. كاتب مثلا موضوع النوم متاخر، موضوع مثلا ان انا اتكلم مع حد بشخصيه معينه مثلا ما بلاقيش منه. عارف لما تيجي تكلم حد مثلا في حاجه انت شغوف بيها زي الكونتنت او كده، يقول لك يا عم هتطلع منه ايه ومش عارف ايه، هتجيب منه مش فلوس كام نفس يعني. المنتاليتي مش نفس بتاعتك المنتاليتي بالظبط، صح. فانا ده لا خلاص هيهلك انا طاقة بعرف كبيرة الشخص ده جداً، ما صح. بشاركش اصلا ارائي مع الناس مظبوط. دي. ممكن من ضمن الحاجات مثلا موضوع الاكل، كربوهيدرات الصبح. انا كاتب الموضوع ده لسه كنت اقول لك على فكره الاكل فعلا الصبح ما بيبقاش كويس، صح. مثلا. موضوع ان انا اخد تشيت ميل وافتح جامد، اخد دهون كتيره وزيوت مهدرجه ومش عارف ايه، دي من ضمن الحاجات. ممكن مثلا موضوع ان انا حاجات بقى على العكس بتزود طاقتي، مثلا ان انا بتكلم مع ناس بتشاركني نفس الافكار وكده. بالظبط. موضوع السفر لوحدي مثلا، موضوع تقضيه وقت مع ناس معينه. صح. بالنسبه للاشخاص في لسته كامله للاشخاص اللي انا المفروض اقضي وقت معاها او ارتبط بيها او ايا كان. فالموضوع بتاع التدوين او الجورنالينج جميل ده جدا، صح. عظيم يعني هو بان فعلا زي ما انت قلت حاجه بسيطه، بس بجد لو جربتوه بعدين، يعني مثلا انا قلت لك دلوقتي ابسط حاجه هم مجرد 3 اسئله قبل ما تنام بتجاوب عليهم بس. فكره اصلا اللي انت تجاوب عليهم لمده شهر دي لوحديها صعبه جدا، لان دي عاده، يعتبر عاده. صحيح. انت بتحاول صحيح. تكتسب، ما تفتكرش اللي هي سهله. يعني انا صح. ممكن نعمل تحدي مع الناس مثلا دلوقتي ممكن 30 اللي يوم هو تحدي بالظبط. 30 يوم اكتب مثلا نفس، لو انت حابب تكتب نفس الاسئله، مش لازم تكون شغال، مش لازم تكون شخص كبير او انت البوزيشن بتاعك واو، لا، انت لو لسه طالب، لو واحد بتشوفنا قاعد على القهوه، هتجاوب بس على 3 اسئله، اللي هو يعني ايه اللي اكتر حاجه اثارت حماسك النهارده، تاني حاجه ايه اللي انت اهدرت، الحاجه اللي اهدرت طاقتك النهارده، وتالت حاجه اتعلمت عن نفسك ايه. الموضوع كمان يعني مع مراجعتك للحاجات اللي انت بتكتبها على مدار الشهور والسنوات، انت بتلاحظ انماط اللي هو باترنز. بتشوف في حاجات هتلاقيها بتتكرر، في حاجات بتتكرر بالظبط. قدامك بتشوفها انها بتتعبك او بتقلل من انتاجيتك او ايا كان. 100%. فهتبقى حاطط مثلا لستة تانية كاتب الحاجات اللي بتتكرر كتير، هي الباترنز دي. صح. ملاحظ انها فهي انت كانك بتعمل احصائيه صح. لاكتر الحاجات اللي بتهلكك او بتديك هترجع طاقه. عدينا ساعه ونص دلوقتي، ساعة وشوية ان بالظبط. شاء الله يعني نعمل بودكاست يكون اطول كمان، ممكن نخليه 3 ساعات عشان نضايق في هم اللي الناس يقولوا لنا بقى ان شاء الله كانوا آه. عايزين تاني ولا لا. ان شاء الله هيضايقوا. اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله الله. على خير، واتمنى ليكم التوفيق. كان معكم احمد جميل. الحديدي ومحمد طارق. تمام، السلام عليكم. السلام عليكم.